السلام عليكم حبايبنا، جايب لك النهارده عربيه توسان موديل 2019. ده نهايه الشكل اللي هو بتاع ال 17 وال 18. العربيه ما شاء الله ما فيهاش سكراتشات، ما فيهاش جرام واحد بوهيه. هنبص على التفاصيل كده من الواجهه الاماميه في السريع. طبعا دي اعلى مواصفات، برضو فيها كراسي كهرباء، ريد انتيرير، بانوراميك سان روف، الطاره المالتي فانكشن وكروس كنترول. هنبص على الحاجات دي كلها عشان ما احرقلكش الحاجات دي في بدايه الفيديو. طبعا زي ما حضرتك شايف هنا عندك الليد اللي موجود في الفوانيس، والعدسات هنا بتكون LED، وكمان عندك هنا LED اللي موجود على الشبوره. ما شاء الله من الواجهه الاماميه العربيه تفاصيلها جميله جدا وممتازه، حالتها فوق الممتازه. تعال اما نشوف بقى في السريع برضو الكبوت بتاع العربيه من الداخل. طبعا زي ما حضرتك شايف الكبوت هنا ما فيهوش سكراتشات ولا فيه جرام بوهيه. الجرام في العربيه دي بثمنها. سعر العربيه دي كمان هقوله لك، مطلوب فيها 1,520,000 جنيه. والعربيه طبعا اللون الجميل ده، اللون الكحلي، لون ممتاز قوي. ولكن برضو فضلا وليس امرا دعمك لينا بلايك جميل من ايديك الحلوه واشتراك في القناه لو حضرتك لسه ما اشتركتش معانا. طيب تعالى ما نشوف كده. عندك طبعا الكبوت ما شاء الله ما فيش فيه اي اثار ليه سمكره بشكل عام. العربيه ما شاء الله جديده قوي من الدواخل بتاعتها، 2019 ماشيه 80,000 كيلو. كتالوجاتها فيها والصيانات بالكامل توكيل. مفيش اي عربيه بنصورها في المعرض هنا غير لما بيكون فيها صيانات توكيل، فدي طبعا حاجه ممتازه جدا، بيدل على ان المعرض هنا ما بيشتريش اي حاجه وخلاص. طبعا طالما في صيانات يبقى العربيه منتظمه في صيانتها، والعداد بتاعها شرعي مفيش فيه لعب. دي حاجه كده حبيت برضو انبهك ليه. طبعا هنا كمان عندك العازل، ما شاء الله المسامير بتاعه الكبوت مفيش فيها سكراتشات، فده بيدل على ان هي ما اتحلش قبل كده او اتلعب في المسامير بتاعتها. تعالوا ما نشوف الموتور بتاعنا الGDI. طبعا هنا زي ما حضرتك شايف معايا الموتور بتاع العربيه بيكون GDI، وده طبعا عارفين ان اعطاله بتكون قليله جدا. العربيه دي زي ما حضرتك شايف كده من الدواخل عندك بطاحاتها جديده قوي، مفيش فيها اي اثار لسمكره او حاجه لا قدر الله. ما شاء الله عندك هنا العربيه فيها كل التفاصيل زي ما حضرتك شايف كده، وكمان فيها ABS وABD وASB لان العربيه كامله عوامل امان. وهنشوف الارباجات بتاعتها وباقي التفاصيل دي في الانتيرير لما ندخل. يلا بينا تعالى نشوف جنب العربيه في السريع. طبعا عندنا في جنب العربيه اول حاجه ملفته هي الجنوب بتاعت العربيه، بتكون جانت سبور وكمان بيكون من لون الالومنيوم. وحاله الكاوتش هنا ما شاء الله ممكن نقول من 85 ل 90%. طبعا هنا بالنسبه للحاله هسيبها لك انت اللي تحكم عليها. العربيه ما فيهاش سكراتشات، ما فيهاش جرام بوهيه، زي ما قلت لك الجرام فيها بثمنها، والعربيه سعرها اتكلمنا عليه وعددها 82,000 كيلو. عندك طبعا المرايات هنا بتكون ضم وضبط كهرباء وفيها اشاره في المرايه. الاوكر هنا بتكون من النيكل، وكمان عندك كليس انتري او البصمه الخارجيه. عندك النيكل اللي موجوده على الابواب ده شكله ممتاز جدا. وهنا بالنسبه للحاله من الجنب بتاع العربيه ما شاء الله زي ما حضرتك شايف معايا عندك الراكات والبانوراميك سان روف، وده هنبص عليه لما نشوف المسطحات بتاعه العربيه. طبعا عندك هنا العربيه من الظهر ما شاء الله زي ما احنا شايفين، وعندك الليدات اللي موجوده في الفوانيس والاكسسوارات اللي هي النيكل اللي موجوده في العربيه بشكل عام. كل حاجه راكبه فيها. عندك السنسور بارك الخلفي ما فيهاش سكراتشات، ما فيهاش جرام بوهيه ما شاء الله. السبايلر اللي شكله جميل، ولمبه كمان الستوب اللي موجوده بيلت ان في السبايلر. تعالى اما نشوف بقى عندنا كمان هنا الموتور الGDI زي ما قلت لك وشفناه من شويه. تعالى اما نشوف بقى حاله الباب بتاع الشنطه وفي الكاميرا الخلفيه هنا اهي. حاله الباب هنا ما شاء الله ما فيش فيه اي اثار لسمكره بشكل عام، دي حاجه كويسه. اهم حاجه لازم تخلي بالك منها وانت بتتفرج على اي عربيه يوزد. كمان عندك هنا المسامير بتاعه الشنطه ما شاء الله من افضل الحاجات اللي موجوده في العربيه، لان طبعا ما فيهاش اي اثار لان العربيه اتحلت او باب الشنطه اتفك قبل كده. عندنا كمان هنا السبير بتاع العربيه بينزل جنط نفس الجنوط اللي موجوده في الخارج، فدي حاجه ممتازه جدا. وطبعا ارضيه الشنطه حاله ممتازه جدا. تعالى اما نشوف بقى المسطحات بتاعتها وبعد كده نشوف الانتيرير بتاعها. يلا بينا. عندنا طبعا هنا ما شاء الله المسطحات بتاعت العربيه بانوراميك سان روف زي ما حضرتك شايف معايا كده، وعندنا كمان هنا المسطحات بتاعت الكبوت وشفناها برده في بدايه الفيديو. تعالى اما نبص بقى الداخليه بتاعت العربيه. عندك طبعا هنا حاله الباب والميكس اللي موجود من الريد انتيرير شكله جامد جدا. عندك هنا طبعا في مساند للراس ومسند وسطي وفي 2 كاب هولدر. عندنا طبعا فتحات المكيف الخلفي، وهنا الشكل الفرش جامد جدا، والكراسي طبعا اللي فيها انحناءات عشان راحه الراكب الخلفي. تعالوا نبص على الصالون الامامي. يلا طبعا البصمه الخارجيه اللي موجوده ودي احنا اتكلمنا عليها في جنب العربيه. عندنا هنا ما شاء الله زي ما حضرتك شايف الباب الامامي، وكمان هنا عندك التفاصيل والضبط والضم بتاع المرايه ما شاء الله. عندنا طبعا الكرسي هنا بيكون كهرباء ما شاء الله، وعندنا في 6 وضعيات. وهنا حاله الصالون الامامي والريد انتيرير عامل شغل جامد جدا في العربيه. تعالوا نبص على باقي التفاصيل والعداد. عندك هنا تراكشن كنترول ما شاء الله. عندنا طبعا عداد العربيه هنا 81,000 كيلو ما شاء الله، فدي حاجه ممتازه جدا. عندنا طبعا الطاره المالتي فانكشن بالكامل وفيها كمان ارباجات. عندنا طبعا هنا الستارت ستوب انجن ما شاء الله، وعندك الكونسول هنا طبعا 19 ما بينزلش فيه اول الشكل
اللي هو الشاشه بتنزل كاسيت عادي زي ما حضرتك شايف، حتى اعلى فئه اللي موجوده معانا. عندنا طبعا التكييف التاتش وبيكون دول زون، عندك التفاصيل اللي موجوده هنا والفتيس بتاع العربيه، وعندك هنا طبعا الثبات عند المنحدرات او التحكم في السرعه عند المنحدرات. بينزل كمان هنا مرايه ذاتيه التعتيم. طيب بكده طبعا نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهارده، وطبعا شرحت لك العربيه بالكامل من الخارج ومن الداخل، ما سيبناش جزء فيها الحمد لله غير لما فصلناه. لو انت محتاج العربيه دي هقول لك على سعرها برده، مطلوب فيها 1520، ان شاء الله نجيب لك اوفر حلو قوي من خلال المعرض هنا. ما تنساش تتابعنا وتعمل بايديك الجميله، ولو محتاج اي عربيه تواصل معانا وان شاء الله نحاول نوفرها لك زيرو او مستعمل. والزيرو عليه اوفر حلو قوي بالنسبه للاقساط، ومقدم بيبدا من 100000 جنيه، وفايده بتبدا من 16%، واطول فتره سداد بتوصل ل 8 سنين. كده كنت هنا من الفيديو بتاع النهارده. سلام عليكم.